عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. مختفي طبعا بقالي 4 شهور ويمكن اكتر. انا معرفش انا مختفي بقالي قد ايه الصراحه، ما شفتش اخر فيديو نزلته امتى. بس انا مش اختفيت عن اليوتيوب من فراغ. يعني انا عايز اقول لكم انا ليه كل الفتره بتاعت الترم الاول دي ما كنتش بنزل اي فيديو. انا الترم الاول طبعا انتوا عارفين ان انا كان نفسي في اعلام وعارفين كل القصه دي ودخلت تجاره. عايز اقول لكم ان انا من اول ما دخلت الكليه وانا مش فاهم اي حاجه. كل المصطلحات بالانجليش، الدكاتره بتتكلم بالانجليش. بروح المحاضرات الدكاترة بتقرا الكتاب، يعني مش فاهم فين الإضافة في كده. محدش بيحاول يوضح ايه اللي هو موجود في الكتاب، او في ناس بتشرح بس انا مش فاهمهم. يعني انا مش عارف المعلومات توصل لي. مش زي ايام ثانويه عامه. ايام ثانويه عامه كانت الدنيا اسهل بكتير، يعني ما كانش في كل الحاجات دي. يعني كان كل حاجه متوفره، يعني كان في ملازم، كان في امتحانات شامله، كان في مدرسين بنسالهم. انما لا، الدكاتره انت اصلا خايف ان انت تتواصل معاه عشان انت مش عارف تكلمه زي ما هو بيكلمك بالانجلش اللي هو بيتكلم بيه، فاهمني؟ فانا لما لقيت نفسي كده دخلت بقى في اكتئاب، اللي هو يعني انا ازاي داخل كده مش فاهم حاجة. وبدأت احس ان كل حاجة خلاص بتضيع مني، وما حاولتش حتى ان انا اعمل محاولة ان انا افهم. يعني ما مسكتش مثلا الكتاب اقعد اترجم الحاجات اللي فيه. لا، اتضايقت. انا كنت مستني ان انا افهم من الدكاتره زي ما انا اتعودت في ثانوي وفي ايام المدرسه ان في حد بيفهمني، وان انا مش بحاول ان انا اعمل حاجه من نفسي. طبعا الطريقه دي غلط. بس انا بقى فقت من كل دوت ايام الامتحانات. اول ما الجدول نزل قبلها باسبوعين كده قالوا الجدول نازل، او تقريبا اكتر من اسبوعين. معرفش الجدول نزل امتى بالظبط، بس انا فاكر ان اول ما الجدول نزل انا ابتديت بقى ان انا احاول اتصرف باي طريقه، افتح اي قناه على اليوتيوب. عايز اقول لكم مفيش اي قناه على اليوتيوب بتقدم اي محتوى لتجاره انجليزي غير بالعافيه. يعني انت لما تعمل سيرش مش هتلاقي مثلا غير ناس اجانب او كده، يعني غير بقى القنوات اللي هي بتبقى تبع المكاتب اللي في الجامعه. يعني في مكتبة المصري، مكتبة اوريجينال. مكتبة اوريجينال دي في المترو، ومكتبة المصري دي جوه الجامعة. دول بينزلوا فيديوهات عن الكلية، يعني عن المواد وكده على اليوتيوب. فانا اكتشفت ده متأخرا، يعني متأخرا قبل الامتحانات لما الجدول نزل. طبعا ما كانش في وقت ان انا الحق الم كل ده قبل الامتحانات. فدخلت الامتحان، عكيت في المحاسبة، عكيت في القانون، وبقيت المواد برضو نجحت فيها بدرجات مش كويسة. يعني فاهمين النتيجة كتوتال بتاعت الترم الأول ما كانتش حلوة خالص، ما ترضيش حد، وأنا مش عايز أتكلم عنها. مش هتكلم عنها كمان في الفيديو ده، هنبقى نتكلم عنها مع نتيجة السنة الأولى كلها بقى، الترم الأول مع الترم التاني. بس وانا بقى ايه، يعني حبيت اطلع في الفيديو ده عشان اقول لكم انا لسه موجود. انا يعني مش اختفيت خالص عن اليوتيوب، انا لسه هنزل فيديوهات. هو بس الفكرة ان الموضوع ده جاب لي اكتئاب بطريقة ما تتخيلوهاش. مع كمان ان انا دخلت حاجة مش عايزها برضو. يعني عقبال ما تأقلمت على ده فالموضوع خد مني حبة وقت. بس في الاخر حبيت المواد بتاعت الكلية الصراحة لما بدأت افهمها. لما الجدول نزل وبدأت ان انا احاول اذاكر واخد المحاولة دي، لما خفت بقى ما انا كده هسقط، فلقيت نفسي ان انا حبيت المواد. يعني ما ندمتش على الكلية، بس ندمت ان انا ما حاولتش ان انا اذاكر. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا في الفيديو ده خدتكم معايا اليوم التالت في الترم التاني. خدتكم معايا الكلية وهتشوفوا يعني يومي مشي هناك ازاي. عايز اقول لكم ان انا في الثلاث ايام بتوع الدراسة بكون قاعدهم عند جدتي، مش ببقى قاعد هنا في بيت اهلي، علشان بيت جدتي هو اقرب للمواصلات يعني وكده، والمواصلات هناك اسرع. يعني اول ما بخرج من البيت بلاقي الطريق اللي بركب منه على طول اللي هنا عندنا في الحي السادس. بعدين من الحي السادس باخد حاجة لجامعة حلوان. انا بس عشان ما انساش حاجه، انا عايز اشكر كل الناس اللي دخلت تسال عليا على التليجرام، والناس اللي كانت بتكتب في الكومنتات بتاعت الفيديوهات انت فين مختفي فين والحاجات دي كلها. هسيبكم بقى تشوفوا الفيديو، وفي اخر الفيديو هرجع لكم تاني. بصوا بقى، هنا كنت بعمل لكم دلوقتي يعني بعمل لكم الفويس اوفر ده بعد ما روحت البيت. ده بقى الكشكول ووصل المصاريف والقلمين اللي هكتب بيهم المحاضرات.
الكشكول ده طبعا بغض النظر عن الرسمه اللي هي عليه، المهم ان هو في ورق بيكتب. عايز اقول لكم لحد دلوقتي ما خدتش الكارنيه بتاع الجامعه خالص، وفي ناس كتير لسه ما خدتهوش وبيخشوا بوصل المصاريف. اصلا في ناس لحد دلوقتي في سنه رابعه ومعهاش كارنيه من جامعه حلوان. فعايز اقول لكم ان تقريبا جامعه حلوان بتوفر مصاريف الكارنيهات اللي بيطلعوها في ايه ما تعرفوش بقى يعني. المهم طلعت هدوم الدولاب ولبست بقى عشان انزل عادي الكليه. ده كان تالت يوم في الترم التاني زي ما قلت لكم. كنت واقف هنا في البلكونه شويه عشان انا كنت صاحي بدري، فقلت اضيع وقت في اي حاجه. المهم خدت الفلوس اللي بنزل بيها، انا باخد 100 جنيه معايا وانا رايح الجامعه. ساعات بيبقى منهم 30، ساعات 40، ساعات 50، على حسب. لو خدت اكل معايا ما يعني بيبقى مبلغ كبير. لو ما خدتش اكل فما بصرف المية كلها. قولي بقى انتوا بتاخدوا كام وانتوا نازلين وكده في الكومنتات. انا خلاص لبست الكوتشي ونزلت. عايز اقول لكم مجرد ما بخرج من العمارة بلاقي على طول الطريق اللي بركب بينه للموقف بتاع السادس، ومن الموقف بتاع السادس عربية حلوان على طول. فالمواصلات هنا اسرع واسهل، مش بتمشى كتير وكده، فاهميني؟ اه طبعا مش واخد معايا اكل، فاحتمال ان انا اصرف الفلوس كلها. لسه هنشوف يعني. طبعا انا بصرف مواصلات، تشوفوا من هنا للسادس ب6 جنيه، ومن السادس 15 جنيه لعربية حلوان. يعني عربية حلوان اللي بتوديني الجامعة بتاخد 15 جنيه. طبعا اللي معاه عربية بقى يا بخته. اكيد معظمنا معناش عربيات لان احنا مش في الاي يو سي. هنا بقى خلاص وصلت الموقف وركبت عربية حلوان كانت بتحمل. عايز اقول لكم بقى العربيه بتبقى كلها طلبه، يعني ما هو فيش حد مجنون هيروح اصلا مشوار حلوان دوت غير الناس اللي في جامعه حلوان. يعني المشوار بالظبط في الميكروباص ساعه الا ربع، 45 دقيقه كده يعني. الطريق مش طويل بالميكروباص، انما بالمترو اللي جايب المترو الصراحه بتبقى طريق رخم، لان كل شويه بيقف في محطه وكده. هو ماشي بنوصل وكل حاجة، بس حتة ان المترو يقف في كل محطة وساعات المترو بيعطل وكده، فده رخم يعني. الميكروباصات بالنسبة لي كانت احسن من المترو. انا في الاول كنت حابب المترو، بس دلوقتي لا، لقيت المواصلات اسرع واسهل. هنا بقى دخلت الجامعة ولقيت نفسي وصلت بدري، قمت رحت عند ويتش عشان افطر. عايز اقول لكم اكل الجامعه كله مش حلو، يعني هو مش حلو، بس ايه المضطر بقى بيركب الصعب. وانا كنت مضطر لأن مش هخرج مثلا اجيب فطار من بره، مفيش حاجه اصلا حوالين الجامعه. المهم هنا كان المحاضره الاولى المفروض الدكتور بتاعها كان يدخل، بس اكتشفنا ان هو كان مسافر. فقالوا لنا نطلع بره، وطلعنا بره. طلعنا بره، فضلنا قاعدين مستنيين للمحاضره التانية. المفروض كان في 3 محاضرات. طلعنا للمحاضرة التانية، الدكتورة مجتش. المهم فضلنا قاعدين بقى لحد الساعة 1 عشان المحاضرة التالتة. يعني شوف انا كل ده جاي من الصبح وانا قاعد بس ما بعملش اي حاجة. عشان ايه بقى؟ عشان الدكاترة غايبين، هنقول ايه؟ ما علينا. المهم استنينا لحد الساعة 1 وجينا للدكتور التالت برضو. المعيدة هي اللي دخلت قعدت تدي تعريف عن المادة وكده، وما كانش الدكتور موجود. فهو اول اسبوع ده بيبقى كده يعني، الدكاترة معظمها غايبة وبس. انا خلاص كده روحت. طبعا روحت عندي في البيت، لان خلاص ده تالت يوم اللي هو يوم الاربعاء. انا بنزل حد واثنين واربع. هرجع بقى تاني عند بيت جدتي يوم الحد، عشان انزل الحد والاثنين والتلات ببقى قاعد عندها برضو، والاربع بنزل الجامعة. وطبعا لو في كورسات برضو ساعات ببقى قاعد هناك، يعني اغلب الوقت ببقى قاعد هناك، ما بجيش هناك كتير. بالنسبة للكورسات انا مش هاخد كورسات طبعا غير في المحاسبة والاقتصاد بس. الترم الاول كنت باخد في الرياضة وفي المحاسبة. في الرياضة الحمد لله جبت يعني عديت منها. مش هقول جبت ايه. انما بقى المحاسبة درجة فيها يعني وحشة جدا، يعني ادعولي الترم ده ان انا اجيب فيها درجة كويسة عشان اعرف اعدي السنة دي من غير اي خسائر ان شاء الله. الناس بقى اللي عايزة تعرف المواد بتاعة الكلية ايه بالظبط وكل الحاجات دي، انا مش هتكلم عنها دلوقتي، بس ركزوا بس في السنة بتاعتكم ان شاء الله كلكم تعدوا على خير، وكلكم تجيبوا المجاميع اللي انتوا عايزينها. محدش يقلق ولا يتوتر إن لو لسه ما بدأش مذاكرة. انا في الفترة دي كنت قاطع مذاكرة خالص برضو بسبب ان انا زهقت. انا فيها مشكلة ان انا اول ما بزهق من حاجة وبلاقي نفسي مليت ما بحاولش بقى، يعني خلاص بقوم بعد خالص.
مش بحاول ان انا اعمل اي محاولة ان انا استمر، لا، مجرد ما بزهق او بمل من حاجة بعمل ستوب وبقعد ما بعملش اي حاجة. انها برج الجوزاء، وهو يعني برج الجوزاء كده. ما علينا. لو حد لسه ما بدأش، ف لا، لسه في وقت، ومحدش يقول لكم ان مفيش وقت. والله العظيم لسه في وقت، ومش بقول كده عشان احفزكم وخلاص، انا بتكلم كلام واقعي جدا. لا، في وقت وفي بالزيادة كمان، هتقدر تلم كل حاجة. برضو عايز اشكركم على ال5000 مشترك، بس انا برضو طمعان ان احنا نوصل 10. يعني أنا مش طمعان في 100,000، انا عايز ان احنا نوصل 10. لسه 100,000 دي بدري قوي. عايز اشكركم على ان انتوا بتتابعوني. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير، واي حاجه عايزين تسالوا فيها اكتبوها في الكومنتات، عشان انا بحاول ان انا اجمع افكار فيديوهات واطلع اعملها لكم عشان ما اتاخرش عنكم تاني. فلو في اي سؤال معين او اي استفسار في ثانويه عامه، يعني طبعا انا مش ما عنديش معلومات عن كل حاجه. انا مش طالع من الاوائل على الجمهوريه، بس هحاول افيدكم بقدر الامكان ان انتوا ازاي تمشوا في ثانويه عامه بكل بساطه، من غير توتر وقلق، وفي الاخر نعدي من غير خسائر. دي اهم حاجه عندي، إن مش لازم نبقى واو ولا تحت خالص، يعني نبقى في النص. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.